رجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين مع طبعا استاذي واخويا الكبير وصديق عمري طبعا الاستاذ عمرو خالد. انا اتعلمت منه حاجات كتير، برحب بيه في قناه النادي الاهلي، وسعيد جدا ان انت تكون متواجد معايا في الدعوه اللي احنا بنقدمها لكل جماهير مصر. ربنا يخليك يا احمد، وانا فرحان. اولا مبروك برنامجك، وطالع كده من اول يوم يعني اسد زي ما بيقولوا. وبعدين قناه النادي الاهلي دي غاليه عندي، فانا اول مره اطلع كمان في قناه النادي الاهلي، فانا مبسوط ان انا معاك جدا. ربنا يخليك يا حبيبي. طبعا انا اللي سعيد جدا جدا بتواجدك معايا، ولكن خليني يمكن قبل ما نبدا اني ابارك طبعا لاخويا الكبير طبعا على برنامجه، اللي انا يعني عايز ابعت رسالتين. الرساله الاولى ان فعلا يعني يجب ان احنا نحرص على مشاهده البرامج اللي فعلا عايزه نهضه بالبلد بتاعتنا، اللي فعلا بتخاف على بلدنا، اللي عايزه فعلا يعني تخلي بلدنا في احسن صوره. ببارك لك على برنامجك طبعا بكره احلى. الله يكرمك. وده اللي احنا متعودين يعني منك عليه، انك انت دايما مش كلام بس، كلام وفعل وصناع الحياه وحاجات كتير ما شاء الله. وطبعا مع فودافون بالنسبه لحمله نحو الاميه، فكل الحاجات دي حاجات ايجابيات منك. فانا بقول للناس ان فعلا دي البرامج اللي احنا نتابعها، وانا يمكن متابع جيد للبرنامج بتاعك. ربنا يخليك. لاني قبل ما تكون طبعا اخ عزيز عليا، لا الواحد فعلا يعني حاسس ان بتخاف على بلدك من قلبك يا رب، بتخاف فعلا. وخليني بقى رساله ثانيه طبعا نوجهها لجماهير مصر، ولكن لشعب مصر بالكامل في كل انحاء مصر كلها. يمكن كنت متابع اخر حلقه ليك طبعا المشروع العشوائيات اللي انتوا بتعملوه. خليني يمكن اشكر كل الناس اللي كانوا معاك، الاخ العزيز طبعا والصديق ليا طبعا الاستاذ عمرو الليثي، الفنانه حنان تورك، وطبعا الاستاذ محمد صبحي. يمكن انا سعيد جدا جدا بيه والله بجد، لاني فعلا راجل تحس انه من قلبه بيخاف على البلد، فعلا بيحب البلد دي وبيخاف عليها. فيمكن الاستاذ نيازي طبعا سلام كان موجود، بنك الطعام، ويمكن راجل حاسس ان هو عايز يعمل حاجه كويسه. يمكن لما قعدت تابعتكم في البرنامج، يمكن لان الناس دول العشوائيات دول في الاول وفي الاخر ليهم حق علينا، وليهم حق ان احنا فعلا ان هم يعيشوا عيشه يعني فعلا عيشه كريمه، وان هم حقهم ان هم يتعلموا بشكل كويس، وان هم حقهم ان هم يعيشوا بشكل امن زي ما احنا عايشين. فطبعا هم ليهم حق علينا. يمكن لما سمعتكم انتوا بتتكلموا، المشروع تكلفته 50 مليار، رقم كبير، رقم ضخم، ولكن الاحساس اللي وصل لي ان كل شيء طالما في نيه صافيه وفعلا حب ومن القلب، مش كبير على ربنا. ورقم ده فعلا زي ما انا شفت النوايا صافيه بين الجميع فعلا، ورقم ده هيكون موجود، لان شعبنا شعب طيب ودايما شعب بيحب الخير. اول ما تلاقي فيه حاجه فيها خير تلاقي الكل يجري. فانا ببعت رساله لكل الناس ان فعلا الموضوع ده لازم كلنا نساهم فيه، لان دول اخواتنا واهالينا وليهم حق علينا. وانا اول واحد هبدا بنفسي بكره ان شاء الله. انا بوعدك ان شاء الله من الصبح ان انا اول واحد يعني. وعلى فكره انا حفظت رقم الحساب وانا قاعد، ورقم الحساب انا بقوله من خلال قناه النادي الاهلي 3 5 3 6 على 7 البنك المركزي. البنك المركزي. فنتمنى ان شاء الله باذن الله ان الرساله تكون وصلت للناس كلها، لان دول اخواتنا ودول اهالينا. وبشكر كل الناس اللي قائمين على العمل ده طبعا. ويعني هو احمد عشان تبقى عارف، احنا من الخميس اللي فات اجتمعنا احنا الخمسه وقلنا وصمه عار لينا ان تكون بعد الثوره وفي عندنا اشياء سلبيه زي موضوع محو الاميه وزي موضوع العشوائيات يعني. ولذلك انا دخلت في الاثنين، والاثنين انا كنت مؤمن ان ما حدش يقدر يصلح حاجه لوحده دلوقتي اكيد. فدخلت في موضوع محو الاميه مع صناع الحياه ومع فودافون. واحنا دلوقتي ابتدينا فعلا عشان الناس تبقى عارفه، ابتدينا في بعض المحافظات منها بعض العشوائيات. وفي نفس الوقت موضوع العشوائيات برضه ما حدش يقدر يصلح لوحده، فكان التقت اراده الخمسه دول تعالوا نشتغل مع بعض. ولذلك بكره احلى الخميس اللي جاي، وكل خميس هتلاقيني جوه العشوائيه، بس مش بشكل شوفوا الناس عايشين وحش ازاي، حاجه عكسيه تماما. شوفوا الناس الناجحه اللي طالعه من جوه العشوائيات. مظبوط. يعني هتفاجئ بناس ايه ده، حرام يبقوا ناجحين كده وعايشين كده. فيعني ده هيبقى البرنامج ده يعني طبعا. وزي ما قلت لك والله طالما النوايا يعني النوايا خالصه لله سبحانه وتعالى، الرقم ده هيوصل وهتوصلوا ان شاء الله. ولكن هو محتاج مجهود اكيد طبعا من الناس كلها. نعم. نرجع طبعا يعني الهدف الاساسي من الحلقه، ويمكن
كنت لازم يكون معايا حد هو فعلا مؤثر في الناس، هي فعلا الناس بتحبه، هي فعلا الناس يوصل للناس بسهوله. وانا عارف انك انت رياضي طبعا يعني. والله زمان. والله زمان صحيح، لان انا مش هقول على الشيء اللي بيربطني انا وانت اللي احنا كنا دايما بنتقابل احنا نعرف بعض من كام سنه دلوقتي يا احمد؟ من 15 يعني 15 سنه طبعا، يعني 15 سنه وايام وسنين بتعدي. ولكن يعني ايه الحل؟ ايه الحل العمل اللي انت شايفه لنبذ التعصب وللحاله؟ اكيد انت متواجد وبتتابع طبعا، انا عارف انك انت بتتابع، وعلي يعني علي طبعا هو قاعد وسامعني ويمكن يمكن حبيبك. طبعا يعني هو بياخد اللعيبه قدوه وبيقعد يتابع المباريات وبيقعد يتابع بيشاهد المباريات وبيتابع الجماهير. فمش عايزين يوصل ايه اللي انت شايفه الحل العملي من الناحيه الدينيه كمان؟ حلو قوي كلمه الحل العملي، علشان ما نحللش في الموضوع. اولا انا عايز اتكلم رساله خاصه جدا للالترس. وانا ابني علي جه من اسبوع وقال لي انا عايز اروح اقعد في وسط الالترس واهتف زي ما بيهتفوا واقول، لانها حاجه حماسيه متفجره. والحل طالع من الكلمه دي. هؤلاء الشباب الرائع حماسه متفجره. الحماسه دي كانت تريد ان تعبر عن نفسها في الرياضه، بس هو الموضوع ما كانش رياضه بس، هو عايز يقول انا موجود، وده حقه. خلي بالك ده من قبل الثوره، انا موجود وانا مؤثر وانا قوي وانا رقم، بصولي في حقه. انا بكلم شباب الالترس وبقول لهم انا متخيل كده. هذا الشباب بعد الثوره انا بقول له ما زالت الحماسه موجوده. انا عايز الطاقه دي. هو في الاخر يا احمد الشباب اللي في الالترس عنده مثلا 100 وحده طاقه. ال 100 وحده دي لازم يطلعوا. هيطلعوا. فانا بقول لهم انت كنت بتطلع ال 100 وحده رياضه في الماتشات بتشجع. انا عايزك تفضل تطلع في الرياضه زي ما انت عايز، بس ممكن تدي جزء كمان، ده حل العملي، ممكن تدي جزء كمان في العمل الخيري والتطوعي. ومش كل واحد لوحده، الالترس اهلي، الترس الزمالك، الترس الاسماعيلي، كله طبعا. تخيل نازلين بفانيلاتهم بتاعه الاهلي وبتاعه الزمالك وبتاعه الاسماعيلي بيعملوا مشروع في محو الاميه. رساله. تخيل بيتصلوا بالكابتن احمد حسن في البرنامج بتاعه وبيقولوا له عايزين ننسق مع عمرو خالد، وعايزين ننسق مع مش عارف مشروع محو الاميه او مع مشروع العشوائيات، هننزل زي ما احنا كالترس علشان هنعمل المشروع الفلاني. انا باكد لك يا احمد ان بعد اسبوعين مش محتاج يعمل شماريخ ويعمل مشكله، لانه هو بيعبر عن نفسه بقوه. ومش بقول له مش هتروح الماتشات، ده بالعكس، ده انت هتفضل تشجع الاهلي بمنتهى القوه والزمالك بمنتهى القوه والاسماعيلي بمنتهى القوه، بس انت جزء من طاقه حولت الطاقه لرساله. حولت الطاقه فعلا لرساله. هي بالظبط الكلمه دي بالظبط. فهو دي انت بتقول لي ايه الحل العملي من وجهه نظري، ومن وجهه نظري كمصلح وكداعيه. خد الطاقه دي وتعالى انزل اعمل معايا مشروع. يعني اتمنى طبعا وبرنامجك يبقى راعي الحاجه زي كده. اتمنى طبعا ان تكون رسالتك وصلت، لان فعلا انت عندك مصداقيه كبيره عند الناس والناس كلها بتحبك. واتمنى ان الشباب يفعل ده زي ما احنا بنقول، الموضوع مش موضوع كلامه بس. نتمنى ان لان الالتراس اهلاوي والالتراس زملكاوي واسماعيلي هو اصحاب بعضيهم في الاساس، يعني صحيح. هم صحاب وهم عارفين بعضيهم. فنتمنى طبعا ان هم يجتمعوا ويعملوا حاجه زي كده. ولكن خلينا ننتقل لنقطه ثانيه، يمكن انا ذكرت عليه ابن حضرتك طبعا، لان ده كان مرتبط بالسؤال الثاني. السؤال الثاني لما يعني انا يعني مش عايزين الحاجات اللي احنا بنشوفها في المدرجات والالفاظ الخارجه اللي احنا بنشوفها في المدرجات. ليه؟ لان في يوم كنت داخل البيت والله ولقيت ولادي بيغنوا اغنيه، فانا فوجئت الاغنيه دي فيها شتايم. فقلت له خد تعالى انت يعني جبت الكلام ده منين؟ انت ايه اللي انت بتغنيه ده؟ قال لي ما هو ده انا بسمعه. بتسمعه فين؟ قال لي ما هو ده لما بقعد اسمع الماتش كوره بلاقي الكلام ده. بلاقي الكلام ده. فاحنا عايز حضرتك توصل رساله برضه للناس ان احنا نفسنا نطلع جيل يعني يكون بالامه. هو يعني مش عايزين نعلمهم ده، عايزين نعلمهم الحاجات الايجابيه اللي حضرتك قلت عليها، ان يكون في رساله في المدرجات، مش يكون في شتايم نعلمها لاولادنا، لان الحاجات دي بتدخل بيوتنا. انا عايز اقول لك حاجه يا احمد، عايز اقول لك ان شباب الالتراس دلوقتي شاءوا او ابوه بقوا قدوه. مظبوط. يعني هم مش واخدين بالهم يمكن من الحكايه دي. ولادي وولادك
بيبصوا لهم كقدوه. مظبوط. فانتوا شباب متميز، الله يخليكم، لسانك ما تبوظش ولادي. يعني انا برجوهم كاخواتي، وبوجه لهم الكلمه من هنا عشان خاطري، عشان خاطر ولادي، وعشان خاطر ولاد احمد، وعلشان خاطر ولادهم هم واخواتهم هم. بالله عليكم بلاش لسانك. يعني انا بقولها والله بحب شديد جدا، بلاش لسانك. ويقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يسمع واحد قال كلمه فيها إيذاء لبني آدم، مش شتيمة بالأب والأم، إيذاء لبني آدم، بيقول لك فيتغير منه. يعني أنا عايزك تتخيل إن اللحظة اللي أنت قلت يا كذا، إن النبي صلى الله عليه وسلم تغير من ناحيتك، مش عايز أشوفك. بيقول لك فيتغير منه، لا يكلمه حتى يغير ما كان يفعل. فأنا لما أتخيل نفسي النبي مش عايز يكلمني، علشان ايه؟ علشان شتمت واحد، عشان انفعلت في ماتش، عشان عايز اغني اغنيه طلع فيها افيه كلمه شتيمه. فانا عايز اقول في الاخر يا شباب، حرام عليك ولادنا، وحرام عليك نبيك. يعني الا اللسان، يعني امسك ده وما تقولش يعني هي دي اللي فرقت. لا، ما فرقتش انها مش كلمه، ده فيها جيل هيفسد، وجيل هيتعلم كلام غير صحيح، وفيها غضب لنبي يغضب عليك. اللي انت قلت ان هم بقوا قدوه، هم بقوا قدوه، ولازم يبقوا مدركين كده ان اللي بيقولوه في المدرجات الجيل اللي تحتيهم وجيل الاطفال والجيل اللي في سنهم بيبص للالتراس على انه قدوه. وانا يشرفني ان هم يكونوا قدوه، انا فرحان ان هم قدوه، بس عشان خاطري خلي بالك من الاخطاء دي. هو انا شايف ان برضه ما فيهاش استفاده. يعني الالفاظ الخارجه دي ايه الاستفاده ليه للجماهير؟ ان هو انا النهارده اشتم فلان ولا اسيء لنادي فلان ولا الكلام ده كله، يعني او اذي مثلا زي ما بيحصل بعض اوقات ان انا اضرب اتوبيس اللاعبين هم ماشيين زي ما حصل مثلا معانا وكده. ايه يعني انا مش شايف ان فيها استفاده. يعني ايه الاستفاده؟ انا الاستفاده ان انا شايف زي ما حضرتك قلت طبعا يا دكتور، اني انا بقيت قدوه النهارده، بقيت قدوه. انا اشجع فرقتي، وزي ما بنسمع الحاجات الحلوه اللي بنسمعها، تالتة شمال، بتهز جبال، الحاجات دي هي دي الحاجات اللي بتخلينا احنا نسعد جوه الملعب، وبتخلي ابن حضرتك وابني هم عايزين يبقوا موجودين معاهم عشان يغنوا الاغاني دي. وحاجه تانية يا احمد، وانا صغير كنت بحضر كل ماتشات الاهلي، وكنت بروح عشان استمتع ان انا اتفرج على كابتن الخطيب. يعني دي كانت يعني لما ابويا يعاقبني ما انتش رايح تتفرج الماتش الجاي على الخطيب، لغايه ما بطلنا نروح خالص. انا حرمت ان انا اروح خالص بسبب كان يوم ماتش اهلي واتحاد والاتحاد جاب جون عادل البابلي في مش عارف كان في الدقيقه 80 ولا حاجه، وبدا الطوب من ناحيتين وبدا الطماطم، وابويا اتعور يوميها. ودي كانت اخر مره وانا صغير ان انا احضر في الاستاد، وحرمت متعه شديده. كنت لسه صغير. بدات اروح بقى في العشرينات لما يعني لكن دي كان عندي 10. قال لي لا، ما وقفنا وكانها عملت حاجز. فانا بقول له انت حرمت ناس من متعه. يعني انا حرمت من المتعه دي، حرمت. وابني علي دلوقتي لما يقول لي عايز اروح الاستاد بفتكر الذكرى بشوف الطوبه وهي جايه عملت كده في انف ابويا، وكان معانا جارنا حصل له نفس الحكايه. فانا ليه انت ليه بتاذيني؟ وانت ليه بتحرم غيرك من متعه بتخوف الاخرين؟ وبعدين خلي بالك النتيجه اللي بعديها يبدا عدد الجماهير يقل، وبعدين الخطوه اللي بعديها الانديه تتاثر، وبعدين الماتش يبقى فاتر، وبعدين انت بتخسر. فعشان خاطري يعني لا شتيمه ولا شماريخ او طوب، علشان نفضل نستمتع. خليها تفضل حلوه. بالظبط. انت حضرتك طبعا اتكلمت على الاستمتاع، وهي هدف اللعب هي طبعا المتعه والاستمتاع لدى الجماهير. ومفيش، انا شايف ان طبعا اكيد مفيش استفاده بالنسبه للالفاظ اللي احنا بنسمعها، لان انت زي ما قلت لحضرتك ان انت بتمنع الناس من المتعه دي. الناس نفسها طبعا تاخد ولادها وتروح تستمتع زي ما بتستمتع باي حاجه تانية، بس لما بتلاقي ده خلاص. انا واحد من الناس مثلا نفسي ابني يجي يتفرج عليا، ويبقى سعيد بيا ويبقى فخور بيا، بس ما بقدرش اجيبه عشان طبعا خايف يحصل مشكله، خايف يحصل يسمع مثلا السباب اللي احنا بنسمعه، فحرمت ابني من المتعه.